السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت لكم بواحد الموضوع جديد مهم بزاف، ليه علاقة مع عادة نتف الشعر. وبالمناسبة هاد المواضيع اللي كنحط في هاد القناة ماشي عندها علاقة غير بالعادة ديال هوس نتف الشعر. إلا عرفنا كيفاش نوقفوا هاد العادة غادي نقدروا نوقفوا أي عادة أخرى بنفس الطريقة. المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه بزاف ديال المرات كنظنوا ان التحرر من العاده كيحتاج وقت طويل وتمارين كثيره، ولكن في الحقيقه ماشي بالضروره. بعض المرات اللي كنحتاجوه هو لحظه واحده ديال الفهم، لحظه ادراك لشنو واقع بالضبط. وهنا كيبدا العقل يعترض وكيقول واش غير إلا جلست ونلاحظ نقدر نوقف العادة. وحيت متعود على التعقيد كيصعب الأمور، وحتى حنا بدورنا تعودنا نتبعو هادوك الأفكار ديالنا بشكل تلقائي، كنصدقوها وبلا ما نحسو، كنساو القوة اللي زرعها الله فينا. وهنا بالضبط فين كتشد فينا الرغبة، وكنرجعو لنفس العادة في نفس الدائرة مرات ومرات، حيت بدا يتبنى داخلنا واحد الإحساس أنا ما نقدرش نوقف. ولكن الخبر الزوين هو أنك غير ملي كتبدا تدرك أن عندك الاختيار وأنك تقدر غير توقف وترجع لراسك، في نفس اللحظة كيبدا كل شيء يتبدل. جربي غير تركزي مع نفسك بهدوء، غير جلسي ولاحظي، ما مطلوب منك حتى حاجة أكتر، وشوفي شنو غيوقع. غادي تلاحظي أن الرغبة كتبدا تضعاف والعادة كتفقد ديك القوة ديالها بشوية، وفي نفس اللحظة غادي تحسي أنك رجعتي شادة بزمام الأمور.